السلام عليكم ورحمة الله. الأخوات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية يا ربي. نتوما مرحبا بكم ومعز عليكم إن شاء الله يا ربي. مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم اللي نتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم، وإلا عجبكم إن شاء الله ديروا لي جيم، واللي ما مشتركش معايا في القناه يشترك مرحبا به. ونبداو على بركه الله. اليوم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله درت معكم ني شويه من النهار ديالي كيفاش كندوزو هنا، كيفاش كتشوفوا الحويجات اللي اصلا دايزين عندي في الطرز، كندير لهم الفينيسيون، كنشوف شنو خاصهم وكنجمعهم باش يمشيو للمعلم يتخدموا لي ديال الطريسنات والسفيفه وداكشي ويتجمعوا. هنا كما كتشوفوا هاد الجليبه هادي كيكون فيها الطرز في الجياب، كتجي زوينه بزاف، كيكون فيها الطرز في الجياب وفي الكميمات وحتى شويه في القب. انا راه كنهز لكم هكا الجيب باش اللي بغات تصور الرشيمه راه تجيها ان شاء الله باينه وتخرج عليها، راه هي سهله بزاف، ماشي شي رشمه اللي هي صعيبه، وكتجي زوينه، كتجي في اللوينات صراحه كتجي رويقيه وزوينه. هنا كي كتشوفوا الكميمات ديالها كتجي سليته، كتهزوا شويه من الخديمه اللي كاينه في الجياب وكديروها في الكميمات. اللي بغاها تكون عريضه راه كتحكمي في العرض ديال السلده كما بغيتيها رقيقه بحال هكا كتجي حلوه وكتجي زوينه. كي قلت لكم كنفيني جليبات، الحاجه اللي بتخرج، الحاجه اللي بغات دير ليها السورجي، الحاجه اللي غادي تفصل، يعني هكا كندوز الصباح ديالي في المحل. وخلاص في العشيه الا كانت غتجي عندي شي كليانه ولا شي، الا كان عندي لي سياج او لا شي حاجه نكون كنحلها. الا ما كانش عندي فمن طبيعه الحال ما كنحلش. انا المحل ما كنكونش فيه دائما، يعني مره عاد كنحل. هنا كي كتشوفوا القبيه بالرشيمه اللي جات فيه حتى هي كيفاش دايره، يعني دائما كتشوفوا الرشيمه الاساس ديال الرشمه كيفاش دايره، وكتهزوا منها سواء القب ولا الكميمات ولا حتى الصدر. نتوما كتفننوا، يعني ماشي بالضروره تشوفوا الرشمه مثلا كما هي نخرجها كوبي كولي. نحاول دائما الواحد تكون عنده اللمسه ديالو في الخديمه، دائما تميزوا. ملي كتكوني متميزه في الخدمه ديالك كتكوني مطلوبه، وحتى كتكوني معروفه الخدمه راه ديال فلانه، من غير خلاص الا طلب عليك الكليان واحد الرشيمه معينه وبغاها كيف ما هي، راه كتحطيها ليه كيف ما هي، وما كتوعديش بانه غادي تكون هي 100% هي، لانه كل واحد الطريقه ديالو في الخدمه. يعني هاد القضيه هذه ديروها في بالكم بالنسبه للاخوات اللي متبعيني وكيخدموا في هاد يعني في الطرز ولا في الخياطه وداك الشيء. يعني من كتجي عندك سيده كتوريك واحد الموديل، كتقول لك بغيتو بحالو كوبي كولي، يعني كيف ما شفتو كيف ما هو. كتقولوا لي هاودي هو الموديل غادي نخدموا لك، وتقدر انا نخدموا لك احسن من ما شتيه في الصوره، ولكن راه كتبقى كل واحد واللمسه ديالو في الحاجه. الا جينا نطيبوا الطاجين، الا عطينا المقادير ديال هاد ديال الطاجين ليا والوحده اخرى والوحده اخرى، منين كيطيب راه ما غاديش تكون نفس البنه، راه كل واحد والطريقه ديالو في الخدمه. هاد السيد هاد القضيه هادي ديال الطاجين والبنه كانت قالت لي واحد السيده الله يذكرها بالخير، كانت قالت لي شوف راه كل واحد والبنه ديالو، وكل واحد وطريقه الخدمه ديالو، بطبيعه الحال كل واحد البصمه ديالو في اي حاجه. هنا كانت راسي البلاصه فاش غادي يكونوا الجويبات، كما كتشوفوا كننزلوا الا كانوا الجويبات بحال هكا كننزلوا من الكتاف، من الجهه الفوقانيه ديال الكتاف حتى البلاصه ديال الجيب كننزلوا ب 53 54، ولا كانت السيده طويله تقدروا ننزلوا حتى ب 56. ومن الجهه ديال السفيفه للداخل عبرت 8 ديال السنتيم هكا باش كنحط الجيب، وكتجي البلاصه ديالو هي هذيك مع ملي كتدخلي في يدك كيجي هو هذاك. صافي هنايا كنجمع الحويجات اللي قلت لكم، اللي الحاجه اللي بتخرج تجمع راه كنخرجها، كنجمع بالسفيفه ديالها بالخديمه ديالها اللي خصها السورجي. المهم هذا الصباح هذا كندوزو كامل هكا، وفي الصاله حتى هي كنفضل اني نفصل مع الصباح، كنكون مكونسونطريه مع الفصاله، ماشي بحال في العشيه ولا ملي كيكونوا الوليدات في الدار. الفصاله ضروري كتبغي تكوني مركزه معها باش تكوني عارفه شنو كديري. وهكا يعني بزاف الاخوات تواصلت معاهم من الفيديو السابق، يعني كيقول لك شكرا سنه، راه كتحمسينا، راه كديري فينا الحماس، يعني الطاقه الايجابيه. شوف ما تسناوش شي واحد يعطيكم الطاقه الايجابيه، عطيوها لراسكم. انا باش نتسنى شي واحد يقول لي ولا داك الانسان ما كانش باش يقول لي نوضي، شنو غادي ندير؟ يعني دائما الطاقه نديرها لراسي براسي، نوض دائما مع الصباح بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ما نتسناش شي واحد
واحد يعطيني الطاقه الايجابيه. هي فعلا هاد الفيديوهات كيعاونوا. ملي كنهضروا هكا مع بعضياتنا، ملي كتشوفوا شي حد كيخدم وكيدير هاد الحاجه وكيدير حاجه اخرى، يعني كتحمسي وكتقول لك نوضي ودير. ولكن حتى اللي انت دائما انت غادي تسني داك الانسان هو اللي يقول لك نوضي وخدمي وديري، لا، يعني داكشي خاص يكون انت نابع من عندك من الداخل. تكوني دائما كيجيوش بعض الوقات سبحان الله العظيم كتكوني ما قادره تخدمي، ما قادره ديري والو، ولكن كاين واحد الدعاء زوين بزاف اللي الصراحه الا داومتوا عليه ان شاء الله راه غادي تلقاو واحد التغير. يعني انسان منين كتنوضي مع الصباح كتطلبي الله سبحانه وتعالى بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وكتقولي اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى، كنتوكلوا على الله، كنحاولوا داك النهار ما نخليوش يدوزير هكاك، ننتجوا فيه، نخدموا فيه، نتعلموا، نديروا شي حاجه اللي غادي تعود لنا بالنفع. نهارات سبحان الله العظيم اللي كيدوزو هكاك خاويين كتحسي به اني نهار داز من عمرك بلا فايده، ما درتي فيه ما نهار محسوب عليك وصافي ما درتي فيه حتى شي حاجه. اللهم نجمع الوقفه والنوض، كنتعلم، كنخدم، عندي الخدمه ديال ماليها درت معاهم، خصني نوفي الكلمه. ومن هادو من اسباب اللي كيخليو الانسان يزيد للقدام هما الكلمه. الا جات السيده حطات عندك الحاجه ودرتي معاها الكلمه، راه بطبيعه الحال كتجي عندك مره اخرى وتجيب عندك ناس اخرين وكتعرفك بانك معقوله وباغا تخدمي. ماشي بحال الا جات عندك السيده حطات عندك خدمتها وحده اخرى وخليتي الخدمه تكركرات عليك، لا بلاتي اليوم لا بلاتي غدا، لا انا ما فيش اليوم ما يخدم، بلاتي حتى النهار الاخر. كتجي السيده النهار فاش درتي معاها ولا كتعيط عليك، عافاك ديك الخدمه اللي حطيت عندك فين وصلت، كتقول لها لا راه مازال ما خدمتهاش، بلاتي اليوم بلاتي غدا بلاتي السيمانه الجايه. هادو من الحوايج اللي كيخليو الانسان ما يزيدش للقدام. صافي دايره واحد الحاجه، عندي واحد الخدمه بغيت نخدمها، عندي واحد الحاجه بغيت نتعلمها، ندير بروغرام نديرها بين عينيا هذيك الحاجه. يعني كاينين الاولويات، كنسبق الحوايج اللي خصني ندير. نحيد عليا الشغل ديال الدار هو اول حاجه. انا الشغل ديال الدار سبحان الله العظيم ملي كيكون تابعني ما كنكونش خدامه على خاطري. حيدي عليك الشغال ديال الدار، صيفطي وليداتك للمدرسه، خويتي لك راسك من اي حاجه تابعاك، كتجلسي ديك الخدمه ديالك كنتي مرتاحه وكتعطيها وقتها وكتكوني منضبطه في الوقت مع الناس. هادو من الحوايج قلت لكم، من الحوايج اللي كيخليو الانسان يزيد للقدام هما الانضباط والكلمه والمعقول. هادو الا طبقتوهم ان شاء الله راكم غادي تزيدوا للقدام. اما التعلم فكيقول لكم دائما راه التعلم ما كيجيش الانسان ويتعلم ما بين عشيه وضحاها. التعلم راه كيبغي الصبر واليوم وغدا، وعطي الوقت لراسك وبشويه بشويه ان شاء الله. المهم هو انك تكوني دايره واحد الهدف قدامك. مثلا انايا من هنايا لواحد الشهر غادي نكون مثلا تعلمت هاد الصنيعه هذه، من هنا لواحد شهرين غادي نكون تقنت الطرز، من هنا لواحد 3 شهور غادي نكون تعلمت البصاله، من هنا لواحد 6 شهور غادي نبقى نشد الخدمه. الا كنتو هكا بينكم وبين راسكم كتعاملوا بحال هكا وكتفكروا بهذه الطريقه هذه، كونوا على يقين انكم غادي تزيدوا لقدام. اما التسويف وبلاتي اللي بغيت نتعلم هاد الحويجه ولكن لا بلاتي حتى لغدا، لا بلاتي حتى النهار الاخر، لا بلاتي العام طويل حتى السيمانه الجايه، لا حتى العام الاخر، بلاتي حتى نشري داكشي اللي خصني نشري، الادوات اللي خصوني، لا حتى نشري الماكينه. لا، الا كنتو كديروا بحال هكا وكتفكروا بحال هكا راكم عمركم ما غادي تزيدوا لقدام. اذا عزمت فتوكل على الله. نوض نجمع الوقفه، نويت اني ندير شي حاجه نتوكل على الله سبحانه وتعالى، نجمع الوقفه ونبدا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الاخوات حنا راه كنديروا هي السبب، اما راه كيبقى الكمال والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. انا كندير اللي عليا وانت كدير اللي عليك وتيبقى الكمال من الله سبحانه وتعالى. تعلمتي، خدمتي، درتي بزاف ديال الحوايج ولكن كيبقى التوفيق والكمال من الله سبحانه وتعالى. وحاشا ان الله سبحانه وتعالى يخلي واحد الانسان متوكل عليه وداير بالاسباب كامله باش يزيد للقدام. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شاركت معكم شويه من نهاري. وهذا المحل ديال الورد تبارك الله وصل على النبي كيرد الروح، ما سخيتش نخرج منه. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله نلقاكم بخير وعلى خير فيديو اخر، والى اللقاء. وما تنساوش الاشتراك في القناه وما تنساوليش جيم.